السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان أهمية مواثيق أخلاقيات المهنة. بتحقق المؤسسات الكتير من الفوائد في حل التزام العاملين بهذه المواثيق الأخلاقية في السلوكيات الإدارية والوظيفية، ومنها أول حاجة عندنا اللي هي تكوين صورة إيجابية عن المؤسسة. يجب أن يسعى الموظف لتكوين صورة إيجابية وخاصة لدى أصحاب المصالح المتعاملين مع المؤسسة التي يعمل بها، وذلك عند التزامه بقيم العمل. مثال على كده، لو حد فينا راح لأحد شركات الاتصالات لاحظ التزام الموظفين بالأخلاقيات والسلوكيات المنضبطة، وده ساعدهم في إنهاء طلبه بسرعة، فبيخرج من الشركة وهو عنده انطباع جيد وصورة جيدة إيجابية عن الشركة وعن تعامل الموظفين فيها. تاني حاجة عندنا اللي هي الالتزام بالمسؤوليات القانونية والاجتماعية، معناها اهتمام العاملين بمراعاة الالتزام بالمعايير الأخلاقية مما يجنبهم التعرض للمساءلة القانونية والاجتماعية. مثال على كده زي حماية البيئة وتسليم منتج بلا عيوب، ده بيجنب المساءلة القانونية والاجتماعية الناتجة عن عدم الالتزام الأخلاقي. تالت حاجة عندنا اللي هو تحسين الأداء، إن الالتزام بالأخلاقيات وقيم العمل والتصرف في ضوء التشريعات والقوانين بيساهم في تحسين الأداء، ولكن مخالفتها بيؤثر بالسلب على التكاليف مما يرفع تكلفة الإنتاج. مثال على كده مثلا زي المعلم لما بيحصل على دورات تدريبية عشان يتعرف على آخر المستجدات في مجال عمله وتنمية قدراته المهنية. آخر نقطة عندنا اللي هو الاستخدام الأمثل للموارد، معناها الاهتمام بالمواثيق الأخلاقية أمر ضروري عند اتخاذ قرارات إنتاجية حتى نتجنب هدر الموارد سواء طبيعية أو مادية أو بشرية. مثال على كده إنتاج أصناف رديئة بيتطلب إعادة إنتاجها، كما أن الآلات الرديئة برضو بتسبب إصابات للعمال مما يعطل الإنتاج ويهدر الموارد.